أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. في هذه النشرة نتابع معكم خبرين بارزين يشغلان الرأي الإعلامي الجزائري. الخبر الأول يتعلق بإحباط الإعلام الجزائري من الاحتفالات الضخمة التي عمت مختلف ربوع المملكة المغربية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء، وبالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. المغاربة احتفلوا بفخر واعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي، بينما ظهر الإعلام الجزائري في حالة ارتباك واضحة يحاول عبثاً التقليل من قيمة هذا الحدث الوطني الكبير. تحليلات متناقضة وتعليقات مضطربة عكست حجم الصدمة داخل الأوساط الإعلامية الجزائرية، بعدما تأكد أن المغرب هو الطرف الجاد والمسؤول في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. لكن وكعادته لجأ الإعلام الجزائري إلى أبيع الوهم للشعب الجزائري، متحدثاً عن مؤامرات وضغوط خارجية في محاولة فاشلة لإخفاء حقيقة أصبحت واضحة للعالم كله، أن المغرب انتصر دبلوماسياً ووحد صفوفه داخلياً وأكد سيادته على أقاليمه الجنوبية. أما الخبر الثاني فيتعلق بالزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي زيارة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية العميقة. الزيارة تأتي لتؤكد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الرباط وأبو ظبي، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية. كما تعكس الزيارة انسجام المواقف بين القيادتين حول مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الدعم الإماراتي الثابت لمغربية الصحراء، والذي يجسد عمق الأخوة ووحدة الرؤية تجاه الأمن والاستقرار في وبين إحباط الإعلام الجزائري وأنجاحات الدبلوماسية المغربية. تتجلى الحقيقة واضحة: المغرب يمضي بثقة نحو المستقبل، بينما يظل الآخرون عالقين في أوهام الماضي. شكراً لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.